هذا تزوج 290 مرة، وهذا انحكم 4 مرات إعدام، وهذا كان الصبح شيخ وبالليل يرقص بالنوادي الليلية. القصة تبدي ويانا اليوم ويا يونس بحري من مواليد سنة 1900. يونس بحري انولد بمدينة الموصل من عائلة فقيرة وكادحة. والده صالح آغا الجبوري كان ضابط بالجيش العثماني. درس يونس بمدارس الموصل ولقب بالبحري لأن وراها راح لإسطنبول وتخرج من الكلية الحربية قسم بحري. وبسنة 1921 سافر يونس من اسطنبول لميونخ حتى يكمل دراسته بالمدرسة الحربية للخيالة. بيوم من الأيام يونس كان دا يتغدى بوسط ميونخ بمطعم بروي كيلر برجر، وهناك يونس هو دا يتغدى شاف اكو رسام على الرصيف قاعد دا يرسم بالفحم لأن ما عنده فلوس يشتري قلم. يونس قام كل ما يشوفه يساعده وينطي، إلى أن هذا الرسام الفقير صارت عنده فلوس واشترى قلم وقام يرسم ويبيع رسومه. وهذا الرسام الفقير هو أدولف هتلر، ومن يومها وهم أصدقاء مقربين، ومنا بلشت رحلة يونس ويا صداقاته العميقة ويا الرؤساء والملوك. يونس بحري سباح عالمي من الطراز الأول، كان كل ما يشترك بمسابقة سباحة عالمية ياخذ الميدالية الذهبية ويطلع الأول. يونس بحري صحفي، وهو اللي أسس جريدة العقاب، أول جريدة مسائية تصدر بالعراق. يونس بحري يحكي 17 لغة، وبعام 1939 يونس بحري أسس أول إذاعة عربية في أوروبا، وهي إذاعة برلين العربية، وهو صاحب الجملة الشهيرة هنا برلين حق العرب. يونس كان على علاقة برؤساء الدول العربية كلهم بدون استثناء، ورغم كل هذا يحكي عليهم وينتقدهم وما يخاف. ولهذا السبب انحكم 4 مرات إعدام بس ما تنفذ ولا واحد منهم. ورا كل هذا يونس راح للهند. الصبح يشتغل كاهن بمعبد هندي، الظهر يشتغل مراسل صحفي، وبالليل يشتغل راقص بنوادي ليلية. وورا الهند يونس راح الأندونيسيا وصار هناك مفتي، وراها صار إمام جامع بباريس وصار لقبه أسطورة الأرض. هالست حاير وتقول هذا شلون الصبح إمام مسجد وبالليل راقص بالنوادي الليلية؟ تعال أقول لك. يونس قرر يفتح أكبر مسجد بباريس. فمنين يمول بناء هذا المسجد؟ فتح مطعم ونادي ليلي بباريس، وبحسب خبرته من الرقص بالهند قام يرقص بالمطعم. تخيل حتى محمد عبد الوهاب اجى وغنى بهذا المطعم وكمل المسجد، وهذا المسجد صار محط أنظار كل العالم. ويونس هو إمام الجامع لأن كان مثقف ومتكلم بدرجة ما تنوصف. يونس بحري تزوج 90 مرة زواج شرعي و200 مرة زواج مدني، وعنده 365 ذكر، والإناث ما حد يعرف عددهم، وعنده أكثر من 1000 حفيد. يا الله. يونس كان يتزوج يوم واحد، ثاني يوم الصبح مرته تقعد تلقى اكو منديل يم راسها مكتوب بيه بأحمر الشفاه انتي طالق. بيوم من الأيام يونس كان بأبو ظبي، فقرر هيك بينه وبين نفسه، قال خل أشوف أنا منو من أصدقائي يحبني ما يحبني، منو يسأل علي. طلع إشاعة إنه هو مات بالصحراء. طبعا الجرايد كلها كتبت عليه، الرؤساء يدقون عليه. تخيلوا حتى الشيخ زايد سأل عليه. بذاك اليوم أم كلثوم كان عندها حفلة بأبو ظبي، فيونس قرر يروح لها. راح لها يونس، شافها لأم كلثوم. أم كلثوم تعرفه، قالت له الله يرحمك بالشقة، أنت شلون رجعت للحياة؟ كان يقول لها من سمعت راح تغنين اليوم شلون لوتي. ورا كل هالمغامرات والسفر والترحال
يونس قرر يرجع لبغداد حتى يعيش أيامه بهدوء. وبعام 1979 توفي يونس بحري في مستشفى الراهبات في بغداد. وسبحان الله اندفن بمقبرة الغزالي على نفقة البلدية، لأن مات فقير مثل من ولد.